لو وقفت سكر هتقدر تظبط سكر الدم. كم مرة سمعت الجملة دي؟ كتير جدا. بس يا ترى الكلام ده مظبوط؟ خليني احكي لك قصة استاذ احمد. استاذ احمد قال لي يا دكتور بص انا موقف سكر ومع ذلك سكري عالي. قلت له مين قال لك يا استاذ احمد ان الاكل السبب الوحيد وراء ارتفاع سكر الدم؟ يا جماعة في عوامل كتيرة جدا بتتحكم في ارتفاع سكر الدم، منها على سبيل المثال مقاومة الانسولين اللي بتخلي الجسم اصلا مش بيعرف يتعامل مع السكر ومش بيعرف يتعامل مع الاكل. فاذا الحل مش ان انت تبطل تاكل، الحل ان انت تفهم جسمك. وده اللي اتعلمه معانا استاذ احمد، وحالات كتيره جدا قدروا يعرفوا العوامل اللي بتتاثر على ارتفاع سكر الدم وازاي يتحكموا فيها بطريقه علميه وعمليه. وده انت كمان تقدر تتعلمه معانا في دوره حياتك بلا سكري. راوند 8 اللي جايه هي راوند استثنائيه بخصم استثنائي عشان اساعد بيها كل الحالات اللي هي مرضى سكري وعيله بدايه جديده طبعا سواء من جوه مصر او من بره مصر. فدي فرصتك لو انت عايز تتعلم وتفهم جسمك اكتر، اكتب كلمه مهتم وفريقنا يتواصل معاك.